هما الزملكاويه فين؟ الزملكاويه فين؟ عاوز اقول لك يا برنس ان كابتن حسين لبيب بيقول لك ان نادي الزمالك هيشارك في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. اهدى عليا كده، اهدى عليا كده يا برنس وامسك نفسك. مش عاوزك بقى تتعصب ولا عاوزك تتضايق ولا عاوزك تعمل اي حاجه. نادي الزمالك بيقترب من المشاركه في كاس العالم للانديه، وده مش كلامي، ده كلام كابتن حسين لبيب وصفحات نادي الزمالك اللي منزلاها. يعني ما تقولش اللي انا اللي قايل كده. هنمسك كده يا برنس ونتكلم ونشوف، بس ما تنساش اللايك بتاعك يا برنس. اول حاجه بيقول لك ايه؟ الزمالك لو كسب السوبر الافريقي تصنيفه هيبقى اعلى من تصنيف سان داونز، ماشي؟ وفي احتمال كبير انهم يعني مع البطولتين دولت ان نادي الزمالك هيلعب في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي في سنه 2025. ويا ريت نضغط على الفيفا في الحوار ده عشان احنا يعني من حقنا ان نادي الزمالك يشارك في كاس العالم للانديه. الزمالك كسبان 3 بطولات افريقيه في اخر 4 سنين، والاهلي هو كمان كسبان 4 بطولات. فكده يا برنس نادي الزمالك ناقص له واحده متساويه في البطولات القاريه يعني مع الاهلي. يعني هم بيقول لك لو نادي الزمالك كسب السوبر الافريقي اللي جاي كده هيتساوى مع النادي الاهلي في البطولات القاريه. يعني كده من حق نادي الزمالك يشارك في كاس العالم للانديه. دي اول صفحه. تاني صفحه يا برنس برضو بتقول لك ايه؟ كابتن حسين لبيب هو يعني بيحاول بكل الطرق ان هو المشاركه لنادي الزمالك في كاس العالم للانديه 2025 بجانب النادي الاهلي بصفه ان نادي الزمالك بطل الكونفدراليه والتصنيف بقى عالي في افريقيا بعد الفوز بالبطوله دي. وده وعد مني لجمهور نادي الزمالك. ده برضو من ضمن الصفحات، فيه كتير ولكن نتكلم. لو جيت بصيت بالمنطق والارقام بعيد جدا، بعيد جدا ان في التصنيف يعني بيتهيألي كده مش فاكر قوي التصنيف الاول 10 اللي هيشاركوا في افريقيا او التصنيف الانديه الافريقيه في القاره. الاهلي الاول، الوداد الثاني، بيتهيألي الاهلي الاول، الوداد الثاني، الترجي الثالث، مش عارف الرجاء الرابع، سان داونز الخامس كده. نادي الزمالك بيتهيألي ترتيبه ال11 كده في الرينج ده. ولكن لو جيت بصيت هو كل واحد من حقه ان هو يحاول، ان هو يحلم، ان هو يضغط، ان هو يعمل كل الكلام ده. ولكن انا مش عاوز من اخواتي الزملكاويه انك مثلا ايه يعني تاخد الحته او تاخد بعض من جمهور نادي الزمالك في الحته ديت وتقول لهم ده احنا هنروح وانت في الاخر بتسوحهم. لازم لما تيجي تتكلم ولازم لما تيجي تقول يكون معاك دليل، يكون معاك ارقام، يكون معاك خبر موثق من حد موثق فيه او حد واثق فيه ان دوت بيقول اخبار كده صح. فما تقعدش تمشي مع الموجه ده احنا كسبنا بطوله الكونفدراليه فاحنا لازم نشارك في كاس العالم للانديه. صعب الموضوع ده، صعب انك تبدا تتكلم في الموضوع دوت بصفه كده على طول. ولكن كجمهور نادي الزمالك كل واحد بيتمنى ان النادي يشارك في كاس العالم للانديه. يعني ممكن يقول لك بقى ايه، يطلع بعض بقى من جمهور النادي الاهلي يقول لك ايه، خلاص كده بقى احنا نعمل ايه، نجيب البطولات افريقيا اللي احنا كسبناها في اخر كام سنه، نجيب بطولتين افريقيا فنعملهم على بعض يبقى احنا كده كسبنا كاس العالم. ما كل واحد بقى يقعد يحسب بمزاجه، بس هي مش كده. انت بتتكلم ككوره وكمنطق وكالناس بتشارك في البطولات القاريه والبطولات الكبيره، وبالذات ان كاس العالم للانديه مش هيكون كل سنه، لا، كاس العالم للانديه هيكون كل 4 سنين. فاللي هيشارك في كاس العالم للانديه هيبقى ده بالنسبه له حلم. ان خلي بالك معظم لعيبه النادي الاهلي ديت شاركت في كاس العالم للانديه كذا مره. فبعد كده هيجي بعد فتره يعني كبيره بقى لما كل اللعيب بقى يكبر كده وربنا يدينا طول العمر ويعتزل يقول لك يا باشا ده انا لعبت كاس العالم ده 4 مرات. مين انت اللي انت بتتكلم؟ فهم عشان لعبوا الاهلي الحمد لله ربنا يدوم علينا النعمه كل موسم او كل سنه احنا في كاس العالم، كاس العالم. فدي حاجه كويسه جدا، ودي حاجه يعني تاريخ كبير جدا للعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي الموجودين حاليا. ان انت بعد تغيير النظام لكاس العالم للانديه هيبقى صعب جدا ان في لعيب يلعب مرتين كاس عالم. اللي هتلاقيه نادرا لما تلاقي لعيب لعب مرتين كاس عالم. انك بتتكلم ان المرتين اللي يتلعب فيهم كاس عالم ان هو يعتبر كل 8 سنين. فده رقم يا بيه كبير، تمام.
فيا رب يعني انا هتقول لي انت بتتمنى ايه؟ اقول لك يا باشا بتمنى ان شاء الله، ان شاء الله يا عم، ان شاء الله نادي الزمالك يشارك في كاس العالم للانديه. لو في حاجه صح انك تعرف تقدم وانك تروح والكلام ده، يا رب نادي الزمالك، دي حاجه مشرفه لينا وحاجه مشرفه للنادي الانديه المصريه. فدي حاجه قلنا نطلع نتكلم عليها ونكل التفاصيل يا برنس. ما ننساش اللايك بتاعك. سلام.